ها انتم اخوتي الدراري اللي كيسولوني كيفاش كتحفظ بارطاجي معنا الطويرات. ها انتم اخوتي هذه هي الطريقه الاولى، كيحفظوا في الهواء الطلق في المسامير. بالنسبه للفندوات الاخوان راه ضروري خصهم يكونوا بحال هكا، ما يكونش طالع داك قدام ديالهم، ما يكونش طالع بزاف باش الطير يبقى يشوفك، تكون الدجاجه غالبه على العود، الطير يبقى يشوفك وتشوف. بعض الخطرات راه كيكونوا دوك الفندوات ما كيبانش لك الطير، حتى كتحل كتلقى شي نهار ميت. ها نتوما الاخوان، ها هما 3 القرى هنايا. هذا راه ميسو، بالنسبه للناس اللي كيقولك الميسو راه ما كيحفظش في المسمار، راه كيحفظ، بصح كيفاش تعامل معاه. وغنبقى معكم الاخوان بفيديوهات ان شاء الله تعرفوا الطريقه كيفاش تحفظوا، لا في المسمار لا في الصندوقه. انا كنستعمل الطريقتين بجوجهم والحمد لله كيطلعوا طويرات زوينين. ها نتوما هادو دير ليهم كاسيط. ها الحفاظه فين كاين تحت الاكواريوم، مسجله ديالهم تركيبه وكيسمعوا، راه خدام بين داك اش كيقولوا المينيتري اش كيقاد ليهم الصوت. هادو راه قدام، هادو راه سنين عندي تبارك الله، هادو تبارك الله راه حافظين. دابا راه داخلين للبداله. بقاو معايا نبارطاجي معاكم الطويرات ديال الصندوق. ها نتوما الاخوان الطويرات اللي في الصنادق، الصندوقه الاولى، الثانيه، الثالثه. الله يجعل شي بركه. 3 القروعه برا، 3 القروعه لداخل، 3 في الصندوقه، 3 في الهواء الطلق. ثم الاخوان القريات ما شاء الله راه كلشي صغير تقريبا. دابا راه شحال هما تيحفظوا، بداو كيسوسو تبارك الله. ها انتم الاخوان القرع الاول. من الافضل الاخوان كل صندوقه تعطوها سميتو الام بي 3 ديالها بوحدها، حيت مني كدير وحده كتعطيها لجوج صندوقات، جوج صندوقات ولا 3، الصوت كيبدا يتقطع. بعض المرات كتلقاها ساكته، كيتحمل 2 بيفان ولا 3. انا دايره دوك الصنيدقات، دوك السجالات الصغيره اللي مخرج منهم.